سلام عزيزين عليك رغايف العيد وبغيتيهم يجيوك بحال هكايا منفوخين ومقرمشين وخاويين من الداخل واعرين. دوزي معايا في هذا الفيديو هذا وركزي مزيان وتبعي كل شيء بالتفاصيل وان شاء الله غادي يصدقوا لك واعرين على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندنا هنايا نص كيلو ديال الدقيق الابيض، كنديروا معاه تقريبا واحد 4 كاس ديال اللوز مطحون، نص خماره حمراء، 2 معالق زيت العود، هنايا 2 معالق ديال الزنجلان، 1 معلقه ديال النافع، 2 كويرات ولا 3 ديال المسكه الحره، عندنا هنا 1 معالق د الخل، نص كاس ديال ما زهر، 1 الكاس ديال الماء وفيه شويه ديال الزعفران، وعندنا هنا 2 معالق كبار ديال الزبده ومعلقه ديال سنيده. وغادي ندوزو نبداو نوجدوا هذا الشيء. غادي نشدوا داك المسكه الحره غادي نطحنوها مع ديك السنيده، مع ديك المعلقه كبيره ولا 2 ديال السنيده. غادي ندوزو ايضا نطحنوا الزنجلان ونطحنوا النافع وغادي نغربلوهم ونطحنوهم مزيان ونغربلوهم. وغادي ندوزو هنا نديروا النواشف كامله مع الطحين ديالنا، وغادي نضيفوا الزبده ونبسبسوها مزيان مع هاد المقادير اللي قلت لكم. وايضا غادي نضيفوا الزيت البلديه وغادي نضيفوا اللوز، المهم داكشي اللي ناشف كامل غادي نضيفوه مع الطحين، داكشي اللي ذكرت لكم. وايضا غادي نديروا الزبده والزيت باش نبسبسوهم. من بعد ما غادي نبسبسوا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا باش يدخل داك اللوز والنافع والزنجلان يدخلوا في الدقيق مزيان. هنا غادي ندوز نضيف داك نص كاس ديال المزهر، دوك 2 معلقات ديال الخل، وغادي نضيف ونبداو نعجنوا. وغادي نبداو نعجنوا بداك الكاس ديال الماء اللي وريتكم فيه الزعفران في الاول. هذا داك الكاس الماء انا دائما فين ما كندير هاد العجنه كيشيط ليا واحد شويه في القاع ديال الكاس، يعني كاس ديال الماء دائما تنخلي منه واحد شويه. العجينه خصها تجي شويه ماشي قاصحه بزاف وماشي رطبه بزاف، المهم شاده راسها. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هنا غادي نخليها تقريبا واحد الساعه لما كانت ترتاح، وغادي ندوز نقطعها كواري. ها نتوما شوفوا كيف كندلكها مزيان، عرفتوا ملي كتدلكوها باش كتجي غزاله وكتجيكم واعره. هنا من بعد ما ارتاحت دزت قطعتها كواري كيف ما كتشوفوا ها نتوما، وغطيت عليهم خبعتهم. انا كنوريكم من التحت، خبعتهم بالسلوفان وخليتهم عاوتاني تقريبا واحد نص ساعه ارتاحوا. ودزت بديت كيف ما كتشوفوا كنورق الكويره وكنطوي المهم بحال الرغيفات مسيمنات، وهما تيجيو صغيورين الكويرات، عرفتوا حاولوا ديروهم صغير، كل ما صغرتوهم كتجي الرغيفه زوينه، اما الا درتوهم كبار غادي تجيكم حالتها كبيره. هنا ملي كنبغي نقلي ها نتوما شوفوا قبل ما كنقليها حتى كنبرك عليها واحد شويه بصبعاني كتبزط، وكنرميها على الزيت اللي كتكون سخونه. من بعد ما كطيب كندوزها في العسل وكندوزها تسقطر من العسل وصافي وكتكون واجده. هنا احسن لحظه كتجيني انا في هذه القليه ديال الرغيفه هي ملي كنشوف الرغيفه بحال هكايا كتنفخ. ها نتوما شوفوا كي كتبقى تتنفخ، بصراحه كنحس واحد الاحساس زوين ملي كتنفخ، لان غنعرفها غادي تجي مقرمشه وغادي تجي خاويه من الداخل، كتجي واعره. المهم من بعد ما كندوزها في العسل وكنسقطرها من العسل كنتحصل على النتيجه بحال هكايا. نتوما شوفوا الرغيفه كيف صغيره على قديه صبيعاتي. المهم السر هو انكم تقطعوها صغيره في الاول، يعني كويره على قديه صبعكم صغير ولا جويجه. بهذا كنكون وصلت معكم نهايه هذا الفيديو، نضرب لكم موعد فيديو جديد ان شاء الله ونقول لكم الى اللقاء.